مساء الفل عليكم. حلقة النهارده يا جماعه حلقه مميزه جدا، هعرفكم ازاي تكسبوا في تربيه الوز. لو انت بتفكر في مشروع مربح جدا خليك معايا لاخر ثانيه، لانك انت فعلا هتكسب كتير قوي. مخلوق جبان جدا ولكنه مربح جدا في تربيته. مشروع الوز الاوروبي. الوز الضخم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بيوصل لحد 12 كيلو. تعالوا بينا نشوف الحلقه دي فيها ايه وازاي هنوريكم اكبر وزه في مصر. اهو وجرة الطيور. ايوه ايوه بس هلا الحمد لله قدرنا ان احنا نصطاد بطايه. عم سامح البط ده وز انا اسف ده وز. الحمد لله يا جماعه قدرنا ان احنا نصطاد الوزه. الوزه دي نوعها ايه؟ ده وز فرنسي. ده الوز الفرنسي اللي بيتميز بحجمه احجام كبيره. مميزاته ايه الوز الفرنسي؟ انت عندك كام نوع؟ احنا عندنا 4 انواع. عندنا الفرنسي اللي هو العملاق ده بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وعندنا الروسي والالماني والشامي. الروسي والالماني والشامي. طيب الفرنسي ده بقى هو بيبقى لونه ابيض. صح؟ انتاجه بقى في السنه بيبقى قد ايه؟ انتاج الفرنسي بيجيب من 70 ل 80 بيضه في السنه. بسم الله ما شاء الله. شيل يا باشا. عايز اتاكد بس من وزنها. لا بسم الله ما شاء الله. يعني تعمل لها. وبعدين ده قطع بياض. يعني ده بياض ما بياكلش علف تسمين. يعني كده لسه مش متسمن. لا ده لو متسمن يبقى قد كده مرتين. يوصل لحد كام كيلو؟ ان شاء الله في الدفعه الجايه في التسمين اجيبك وتشوف التسمين بقى. يعني يوصل لحد كام كيلو؟ 14 و15. والله و12 و10. لا اوزان تقيله. بسم الله ما شاء الله. بيبيض قد ايه في السنه؟ ده من 70 ل 80 بيضه. 70 ل 80 بيضه. وبعدين الحمد لله. يعني انت عندك هنا منه عشان خاطر تفرخ. احنا مش عشان خاطر لا احنا عندنا هنا اهم حاجه دلوقتي اللي انا اخد منه بيض عشان اطلع منه ايه الكتكوت بتاعه. البياض. وان شاء الله باذنك يا رب احنا اول ناس في وجه بحري نسمن وز ونبيع وز للتجار، وبيعنا وز المحلات لاهالي نسمن. ده التسمين بقى. دي مرحله جديده. يعني مصر اول مره السنه دي نخش كمربيين او صغار المربيين اللي زي حالاتنا في مراحل الوز التسمين في مصر. الله. والله احنا يعني اول ناس والله فعلا نسمن وز ونطلع وز تسمين. اللي هو الوز التسمين ده اللي هو الوز اللي بيطلع على الاكل. الكيلو بقى بيتباع منه بكام للمستهلك؟ وانت من عندك هنا بتخرج الفرخ بتاعك بكام؟ بص يا استاذ فتحي، احنا جينا طبعا الموضوع ده لسه جديد ولسه ما انتشرش. خلاص احنا جينا اللي هو تربيه الوز. خلاص احنا لما جينا سمنا طلعنا قبل رمضان لتجار طلعنا الكيلو ب 135 جنيه للتاجر بيبيعوا كام؟ اقل حاجه هيبيعوا ب 150 جنيه الكيلو. وجم عندي زباين واهالي. يعني لو دي 10 كيلو هتتباع ب 1000 ونص. 1250. 1350 ولا حاجه. وبيجي عندنا هنا زباين بنديهم برضو بنفس سعر التجار. ماشي. يعني اللي يجي عندك هنا ياخده بنفس سعر التاجر. طيب الفرخ بقى الصغير بتخرجه بكام؟ الوز الصغير احنا اول ناس نحدد سعر الوز عمر يوم. عمر اسبوع. يعني السنه اللي فاتت كان الوز ده بيتباع عمر يوم ب 750 جنيه. ماشي تمام. احنا اول ناس السنه دي خليناه ب 180 جنيه. 180 جنيه. احنا بنرضى بالرزق البسيط. يعني ما بنحبش اللي احنا نغلي الحاجه على الناس. لان احنا عايزينه ينتشر. طيب لو سالتك وقلت لك يعني لو في حد هيربي وز او هياخد منك الفرخ مثلا المفروض يبدا بقد ايه وهيكسب ايه؟ والله كل واحد حسب امكانياته. هو اولا ما بيحتاجش يعني تجهيزات كبيره. حد على يعني هو ما بيحتاجش تجهيزات كبيره. انت لو شوف حضرتك تشوط بسيطه قوي، مواسير ميه ماشي. ما بيحتاجش تجهيزات خالص. خلاص. لو هو خد يعني مثلا لازم الارضيه بتاعته تبقى. لا الارضيه احنا لازم بنحط تبنه عشان خاطر تبنه او نشاره او دي حاجه اسمها كتان. ماشي. ده لازم بنفرشه. وطبعا بنيجي بعد سنه او الاثنين بنبيعه ده للارض الزراعيه. بيجوا ناس بياخدوه للسبله. يعني ما بيترميش كمان؟ لا ده بيتباع باسعار حلوه. التبن. وبيحتاج ايه تاني بقى؟ وبيحتاج ايه تاني مربي؟ وبيحتاج بقى مثلا المكان اللي هو هيربي فيه. الوز ده عموما مش عايز تكلفه عاليه في اكله. ده بياكل برسيم، بياكل ذره خضراء، بياكل بطاطا.
ياكل بطاطس اللي هي بتبقى طالعه الفرزه من الارض الزراعيه. ايوه. الكيلو بيبقى ب 3 جنيه ب 2 جنيه ماشي، احسن ما اكله كل علب ب 25 جنيه. هو بصراحه ربنا طائر جميل وما بيقولش مش مكلف في اكله يعني. لا بصراحه لا. ده يختلف خالص عن موضوع البط. بيتحمل بقى درجه الحراره لا بيتحمل حراره صيف وشتاء. صيف وشتاء. طيب انت قلت لي التاجر الصغير، واحنا اول ناس في الجمهوريه ماشي اللي احنا نعمل وز في عنابر اسمها عنابر مغلقه. ده اسمه عنبر مغلق. عنبر مغلق. لان احنا هنا في وجه بحري، الاماكن بتاعتنا ضيقه، ما عندناش مساحات كبيره ان احنا نعمل ملاعب كبيره للوز. هو الوز لو اتعمل له ملاعب هيبقى احسن، بس احنا غصب عننا عشان الاماكن بتاعتنا صغيره فعاملينه جوه عنابر. يعني هو بصراحه ربنا شغل حلو. تعالى وريني كده المواسير الميه دي. مواسير ميه بنعملها له بيشرب فيها. حاجه بسيطه خالص اهي. بص حضرتك دي حاجه بسيطه خالص. حط في شرب الميه مفتوحه وبيشرب فيها ميه، مش مكلفه خالص. دي مواسير الميه. والاكل بتحطه في الاكل بنحطه في تشوط اللي انت حضرتك شايفها دي. تمام. احنا ان شاء الله يا استاذ فتحي السنه الجايه هتجيلنا، هيكون عندنا احنا بنجهز ل 20,000 ام. بس انت برضه ما جاوبتنيش على السؤال، يعني هيبدا بكام المربي اللي هيجي ياخد من عندك الصغير؟ يعني انا بطلعه ب 180 جنيه ماشي. لو هو عايز 100 عايز 200 انا ممكن احسب لك تكلفته كده سريعه. سريعه. يلا. الذكر الوز ممكن يصرف معاه 180 جنيه، ده سعره. خلاص. ونقول هنديله كمان 20 جنيه مصاريف ان كان ادويه او نشاره والكلام ده، وقف معانا ب 200 جنيه. خلاص. وقول يا عم الوزايه هتاكل لها 10 كيلو علف. 10 كيلو علف. ماشي. 10 كيلو علف هنقول ب 250 جنيه. تمام. خلاص. 10 كيلو علف وقلنا 8 او 200 جنيه يبقى 450 جنيه. دي مصاريف الوزه. انا النهارده لما اجي اطلع وزه 5 كيلو، مش هقول بقى 6 ولا 7، هقول 5 كيلو في 60 يوم ماشي. في 125 او 135 عندك الخمسه في 100 ب 500، وعندك خمسه في 3 ب 150 ب 650 جنيه. ممكن يكسب له في الوز اقل حاجه والله يكسب له 200 جنيه. في الوز. طبعا. انت بقى بتحب تربي انهي نوع؟ والله الاربع انواع انا حاببهم، لان انا بحب اعمل الشغل يبقى موجود عندي الاربع انواع. الروسي ده بيديني نسبه بيض حلوه، يعني بيديني مثلا من 100 ل 120 بيضه. تمام. خلاص. الانواع الثانيه بتديني 70 80 بيضه. تلت والتلتين. فاهمني. فانا عايز يكون عندي وز موجود طول السنه. عايز الالماني والشامي والفرنسي يخلص انتاج، الاقي الروسي موجود معايا انتاج، على اساس ان انا الاقي هامش ربح على طول موجود معايا. طب السوق بيحب ايه؟ بيحب انهي نوع من الوز؟ والله الاربعه احسن من بعض بامانه. ولحمتهم هي. احنا الروسي مديله سمعه ان هو بيدي اوزان خفيفه، لا اوزانه حلوه برضه. يوصل لحد كام؟ انا هو اقل وزن عموما صح؟ يعني مثلا ممكن يقل عن الاوزان الثانيه بتاع كيلو ونص. ممكن يقل كيلو ونص 60 كيلو. مش حاجه كتيره يعني. مش كتير. كيلو مثلا. ومناعته حلوه برضو قوي. الانواع الثانيه مناعتها بسيطه شويه، بس احنا بنعمل حركه ان احنا بناخد من اللي هو مناعه بسيطه ماشي، اللي هو زي الالماني والفرنسي ده مناعته بتبقى قليله شويه، بنديله تهجين مع الانواع الثانيه الروسي والشامي، عشان اخد بعد كده كتكوت يستحمل معايا، ما يبقاش نفس المنشأ بتاع الام. انا بعمل له عمليه تهجين عشان ما يستحمل، يبقى يمشي معايا مع الجو بتاعي، مع العيشه اللي انا عايشها هنا. ايوه فاهم. لان هم في بلاد بره عندهم بيعاملوا معامله تانية، الجو بيبقى ساقعه ماشي، هنا الجو بيبقى حر. خلاص. فانا بظبط انتاجه معايا اللي هو يفضل معايا طول السنه، يستحمل معايا الحر والساعه. فبخش بقى بعمليات التهجين دي. الوز المخاطر بتاعته ما فيهوش مخاطر، بياكل كل حاجه. كل حاجه. فالمشاكل اللي بتقابله دايما في المعده، اللي هو بقى سموم دي بتبقى بتيجي من الاكل. اكبر نوع عندنا هنا دلوقتي يعني بيشيل وزن كويس ده الشامي. بيشيل لحد 12 كيلو وزن. فين هو الشامي ده؟ الشامي ده اللي هو ابيض فاسمر ده. الابيض فاسمر ده. كل الالماني ده الاسمر خالص. الالماني ده اللي هو الاسمر، اللي هو الاسمر خالص. الابيض ده اللي هو بزلومه فوق راسه ده، ده روسي. ده روسي. في ابيض تاني ساده،
ده وزنه كويس برضه. اه ده بيبقى حوالي مثلا 8 كيلو ل 10 كيلو. من 8 كيلو ل 10 كيلو. بيزيد عنهم يعني اعلى حاجه فيهم الشامي. الشامي ده اعلى حاجه. الروسي ده قليل في وزنه ليه؟ بيبيض كتير، نسبه بيضه كويسه، ما بتفصلش، وبالتالي بيكسبك اكتر. يعني ده يعني لو انت بتنصح مثلا حد ان هو يربي كبيض، يجي ياخد من عندك فرخ، ياخد الشامي كتسمين. لو هو هيسمن هديله الشامي والالماني. دول 10 من 10 ل 12. لكن انتاج بقى وتفريخ، انتاج وتفريخ اديله الروسي والفرنسي. دول نسبتهم في البيض كويسه قوي يعني. دي البيضه بتاعت الوز. بص يا بيضه الوز بتبقى كبيره ازاي. دي بيضه الوز. مظبوط. بتاخدها بقى البيضه دي بتفرخها؟ بنوديها معمل ولا تفضل موجوده هنا؟ او فقاسه؟ لا فقاسه بقى. نوديها فقاسه بتقعد 30 يوم بالظبط وبتطلع. 30 يوم. 30 يوم. بتعرف الذكر من النتايه ازاي في الوز؟ له مواصفات. الذكر بيبقى يعني شديد شويه عن النتايه، باين. مواصفاته باينه. لكن هو ما بيختلفش ولا في صوت ولا في اي علامه في جسمه، غير ان هو بس بيبقى مميز بحجمه شويه. اكبر طبعا. حجمه ضخم شويه ورقبته بتبقى طويله عن النتايه شويه. ودايما هو رافع دماغه، النتايه بتوطي دماغها. يعني النتايه بتلاقيها ايه، مش صلبه دماغها على طول.